وعليكم السلام. اش كدير؟ كلشي مزيان؟ لاباس. هي كلمات أولى تعلمها هؤلاء الأجانب بالدارجة، في المقدمة الفرنسيون ثم الإسبان والإيطاليون. جميعهم يقولون إن تعلم اللغة العامية عامل رئيس للاندماج. أنا سميتي كريستين، أنا فرنسوية، كنسكن في مراكش مع راجلي في الداوديات. أتعلم الدارجة لأنني أستقر في مراكش لمدة غير محددة. أعتقد أنه من المهم تعلم لغة البلد حيث نعيش، خاصة أن الدارجة لغة شفهية ويسهل تعلمها مع وجود عدد كبير من الفرنسيين. شنو هذاك؟ شنو كتبتي؟ فين كتسكن؟ في معهد سيرفانتيس البرنامج البيداغوجي يخصص 30 ساعة لكل مستوى، بدءا من تعلم الحروف والوسط العائلي ثم خصوصيات وتقاليد المجتمع المغربي. كنبداو معاهم تندرسهم ولكن الكتابه بالحروف اللاتينيه اللي كيسهل عليهم يعني التعلم، لان الاغلبيه كيجيو هنا من اجل باش يحاول انه يتصل يعني لا كومونيكاسيون مع الناس، والاغلبيه كيكونوا يعني قاطنين هنا، منهم ناس مزوجين، منهم ناس خدامين هنايا. الهدف تيسير اندماج الإسبان في المقام الأول وأيضا الجنسيات الأخرى داخل المجتمع المراكشي ووسط البلد حيث يستقرون. هكذا نحاول خلق جسور التواصل بين بلدينا عبر تعليم اللغة الإسبانية للمغاربة والدارجة للأجانب. حوالي 7000 فرنسي يقيمون في مراكش، هم وغيرهم من الجنسيات يقبلون على تعلم الدارجة ومن خلالها ثقافة المغرب حتى يضمنوا اندماجا أفضل داخل بلد الإقامة.